يقولون إن الفلسفة ولدت في أثينا، وإن سقراط هو الأب الأول للفكر. ولات، هل حقا ابتدأ كل شيء من هناك؟ أم أن هناك حضارة أقدم، أعرق وأعظم، نهل منها الإغريق ما نسبوه إلى أنفسهم؟ دعنا نفتح كتب التاريخ، لا لنكتب رواية جديدة، بل لنزيح الغبار عن الحقيقة. في قلب إفريقيا، وعلى ضفاف نهر النيل، نشأت أول حضارة عرفت الكتابة والفلك والهندسة والطب. إنها مصر القديمة، التي خط علماؤها على جدران المعابد نصوصا لا تزال تدهش العلماء حتى اليوم. كان المصري القديم طبيبا ومهندسا وفيلسوفا. كتبوا عن القلب والدورة الدموية قبل أن يفهمها الأوروبيون بآلاف السنين. قسموا السنة إلى 365 يوما. بنوا الأهرام بمعادلات هندسية لا تزال تدهش العقل الحديث. وفي القرنين السابع والسادس قبل الميلاد، بدأ فتيان من بلاد اليونان برحلة طويلة إلى أرض المعابد. هل تعلم أن فيثاغورس، صاحب أشهر نظرية في الرياضيات، قضى أكثر من 20 عاما في مصر؟ دخل معابد أون وهليوبوليس، وتعلم على يد الكهنة علوم العدد والنغم والهندسة. بل إن كثيرا من أفكاره الروحية والفلسفية مأخوذة من عقائد المصريين عن الروح والتناسخ. أما أفلاطون، فقد كتب في حواراته على لسان الكاهن المصري في تيماوس يا سولون: أنتم أيها اليونانيون أطفال في الروح والمعرفة، لا تملكون علما قديما محفوظا كما نفعل نحن في مصر. أفلاطون نفسه اعترف أن المصريين سبقوا اليونان في كل شيء. هيرودوت، أب التاريخ، زار مصر وقال: المصريون أول من اخترعوا الحساب والهندسة، وعلموا الإغريق الكتابة. بل روى تفاصيل مذهلة عن الأهرامات وعن نظام الحكم والطب وحتى العقائد. وكتب بإجلال عن علم الكهنة، وقال إن علومهم سرية لا يفشيها إلا لمن يستحق. فلماذا نسب كل شيء إلى الإغريق؟ لأن أوروبا أعادت بعث نفسها من خلالهم، وتجاهلت المعلم الحقيقي. ولأن مصر تحت الاحتلالات المتتالية فقدت صوتها في سرد تاريخها. من علم اليونان؟ الجواب مكتوب على جدران طيبة، وفي برديات الأقصر، وفي شهادات فلاسفة الإغريق أنفسهم. الحضارة الحقيقية بدأت من هنا، من مصر. مصر لم تكن تلميذة أحد، بل كانت المعلم الأول. هل سمعت يوما أن عظمة الفلاسفة الإغريق لم تبدأ في أثينا، بل على ضفاف النيل؟ لم تكن الحضارة اليونانية سوى تلميذ في مدرسة مصرية ضاربة في القدم، تعلمت منها أسرار النجوم وفنون الطب وأسس الفلسفة ومبادئ العدالة. تعال أخبرك ما الذي قاله الفلاسفة الإغريق عن مصر حين خلعوا نعالهم على عتبة معابدها ووقفوا مدهوشين أمام حكمتها. هيرودوت، أب التاريخ ينبهر، يقول هيرودوت المؤرخ اليوناني الشهير في كتابه التواريخ: إن مصر هبة النيل، وهي أكثر بلاد العالم امتلاءً بالعجائب والمعجزات. ويضيف: إن الكهنة المصريين يمتلكون سجلات تاريخية تعود إلى آلاف السنين، أكثر مما تملكه أي أمة أخرى. ويصف المصريين قائلاً: إنهم من أكثر الشعوب تديناً، ويكرمون آلهتهم بشتى الطرق، ويقدسون العلم والمعرفة. أفلاطون، الفيلسوف الذي تعلم من المصريين. أما أفلاطون فقد ذكر في حواراته، خاصة في محاورة طيماوس، أن المصريين علموا الإغريق علوم الفلك والهندسة. وقال: إن الكهنة المصريين ضحكوا على حماقة اليونانيين، لأنهم لا يملكون علما حقيقيا بالتاريخ، وأن حضارتهم شبة مقارنة بالحضارة المصرية. كما أشار إلى مدينة أتلانتس، وادعى أن مصدر هذا العلم هو كهنة مصر. فيثاغورس، صاحب نظرية هندسية وتلميذ مصري، لعلك تعرف فيثاغورس بنظريته الشهيرة. لكن هل تعلم أنه عاش 22 عاما في مصر؟ دخل المعابد وتعلم من الكهنة، ولم يسمحوا له بالوصول إلى العلم المقدس إلا بعد اختبارات طويلة في الصمت والصبر والطهارة. قال عنه المؤرخ جودور الصقلي: إن فيثاغورس لم ينشئ مذهبه الفلسفي إلا بعد أن استقى من مصر أسس الحكمة.
سولون. والسيادة التاريخية للمصريين. أما سولون المشرع اليوناني فقد زار سايس إحدى مدن مصر القديمة، ووقف أمام أحد الكهنة وسأله عن تاريخ البشرية. قال له الكاهن المصري: يا سولون، أنتم اليونانيون لستم إلا أطفالا، لا تاريخ لديكم ولا معرفة بالقدماء. كان ذلك اعترافا واضحا بأن المصريين سجلوا تواريخ الفيضانات والكوارث والنجوم حين كانت اليونان لا تزال في طور التشكل. بلوتارخ. التقديس الكامل لمصر. يكتب بلوتارخ أحد كبار الكتاب اليونانيين في كتابه عن إيزيس وأوزيريس: المصريون لم يتركوا شيئا للحظ، كل شيء عندهم قائم على رمز ومعنى. ويقول إن ديانتهم وإن بدت خرافية للسطحيين فإنها تحتوي على فلسفة روحية عميقة لا يدركها إلا من تأملها بصدق. أيها المشاهد الكريم، حين تسمع هذه الشهادات تدرك أن الحضارة المصرية لم تكن مجرد تماثيل حجرية ومعابد عظيمة، بل كانت منارة للعلم ومهدا للفلسفة ومرجعا للعدالة. لم يكن الإغريق ليصيروا ما صاروا عليه لولا ما أخذوه من أرض مصر. فافخر بماضيك وكن على يقين أن جذورك تمتد إلى حضارة علمت العالم كيف يكتب ويحسب ويفكر. أيها الشعب المصري العظيم، أيها الشعب الذي سطر في صفحات التاريخ ما عجز الزمان عن محوه وسجدت لحضارته الدنيا طوعا وإجلالا، نخاطبكم اليوم لا لنروي أمجاد أجدادكم، بل لنذكر العالم أنكم أنتم الأمجاد الباقية، وأن جذور العظمة لا تموت ما دامت في أرض الكنانة. يا أبناء النيل، يا ورثة الفراعنة، من أرض سجدت لها الشمس ووقف عندها التاريخ مبهورا، خرجتم أنتم حملة النور منذ فجر الإنسانية، من علم العالم الطب والهندسة والفلك والكتابة. مصر ليست أرضا فحسب، مصر فكرة خالدة، حضارة لا تكرر، وراية لا تنكسر. في كل حجر من أهراماتكم سر من أسرار الخلود، في كل بردية من معابدكم درس في الحكمة والتقدم، في كل أثر تركه أجدادكم صرخة فخر تقول: نحن من علم البشرية كيف تكون الحضارة. فيا من تحملون هذا الإرث الخالد، ارفعوا رؤوسكم فخرا، فإن في عروقكم دماء ملوك خطوا أسماءهم على جدران الزمن. أنتم لستم مجرد شعب يعيش على أرض عتيقة، بل أنتم الحراس على بوابة التاريخ، والصوت الذي ما زال ينادي باسم رمسيس وتحتمس ونفرتيتي وإيزيس. أنتم الوعد بأن مصر لن تموت، أنتم الحقيقة التي لا تزول مهما تبدلت الأحوال وتعاقبت العصور. ولذلك اليوم نهديكم تهنئة من القلب، تهنئة ليست بأيام ولا مناسبات، بل بوجودكم أنتم. يا شعب مصر، يا من تحملون في قلوبكم شمس الأمل، وفي أرواحكم مجد الماضي وأمل الغد. كل لحظة تمر وأنتم بخير وعز هي لحظة تزهو بها مصر. فليكن فخركم بأنفسكم لا يقل عن فخر العالم بكم، ولتكونوا كما كنتم دائما، شعبا لا يقهر، وأرضا لا تغلب، وتاريخا لا ينس. تحية لكم، تحية من قلب كل من يعرف ما معنى أن تكون مصريا.